ويا أهلا وسهلا. النهاردة عايزة أتكلم معاكم عن كتاب اسمه أحمد 1981 إصدار دار الشروق. بداية معرفتي باسم أحمد سمير في عالم الكتب كان من خلال كتاب أنا قادم أيها الضوء للصحفي محمد أبو الغيط. الصحفي محمد أبو الغيط هو كان صديق لأحمد سمير، وكتب الصحفي محمد أبو الغيط كتابه أنا قادم أيها الضوء في مرحلة مرضه الأخير قبل وفاته في سن صغير، وكان المحرر الأدبي لهذا الكتاب هو أحمد سمير. ولفت نظري دور الكاتب أحمد سمير في خروج هذا الكتاب للنور، خصوصا في ظروف المرض اللي اتكتب فيها، لكن الكتاب خرج في النهاية بشكل رائع ومبدع ومؤثر. والحقيقة هو كتاب احنا عملنا عنه حلقة قبل كده في بودكاست سكة قراية. دايما كنت بحب أوصفه بأن هو زلزال، هو مزلزل لكيان القارئ بشكل كبير. وطبعا هسيب لكم لينك حلقة كتاب أنا قادم أيها الضوء في الديسكريبشن. ولما بدأت أدور على اسم أحمد سمير ككاتب طلع لي أكتر من عنوان. أول عنوان لفت نظري هو عنوان الكتاب اللي بحكي لكم عنه النهاردة، أحمد 1981. ليس هذا ما حدث، هذا ما رأيته مما حدث. طبعا واضح من اسم الكتاب ومن العنوان الفرعي بتاعه إن هو كتاب سيرة ذاتية، وأنا ما بحبش أفوت أي كتاب سيرة ذاتية. فعلا بدأت أقرأ. الكتاب جواه جزء إنساني جدا، كتبه أحمد سمير عن أسرته، عائلته، أصدقائه، ناس مهمين في حياته. والجزء ده بالنسبة لي هو أكتر جزء ساحر في الكتاب. الكتابة كانت بشكل جديد، أول مرة أشوف كتاب سيرة ذاتية مكتوب بالطريقة دي. العناوين كتيرة جدا وقصيرة، والفقرات اللي تحتها صغيرة، مش شرط يكون في تسلسل بين الفقرات، لكن ممكن تكون كلها بتتكلم عن نفس الشخص أو نفس الحدث. الكتابة مكثفة إلى حد كبير، وباين قوي انها بتتحكي من فقط ما رأى وما سمع الكاتب. هو مش هيحكي لك الحكاية كلها، مش هيعمل بحث ميداني عن الموضوع او عن الشخص اللي بيتكلم عنه ويجيب القديم والجديد. هو بيحكي فقط اللي كاميرا عينه لقطته، واللي ودانه سمعته عن هذا الشخص، واللي احساسه، الجزئية اللي احساسه لقطها في هذه الشخصية في حياته وتأثر بيها. ودي كانت من الطرق الغير تقليدية في الكتابة اللي بالنسبة لي كأني بقرأ عن الحاجات دي لأول مرة. واستخدم جمل كده عبقرية. طبعا الجمل العبقرية ابتدت معايا من أول العنوان الفرعي للكتاب، ليس هذا ما حدث، هذا ما رأيته مما حدث. الجملة دي هي اللي خلتني أفتح الكتاب وابتدي أقراه. كمان الجملة لما بدأ يتكلم عن والدته فاطمة، اللي قال قصة فاطمة حزينة لكنها مبهجة. أنا هنكت لما قريت الجملة دي، مبقتش عارفة يعني التضاد ده إيه. هل قصة فاطمة حزينة لكن القصة مبهجة؟ طب إزاي؟ ولما قريت اكتشفت إن قصة فاطمة حزينة لكن فاطمة مبهجة. وبيحكي الكاتب عن شخصية والدته من الزاوية دي، من زاوية إن قصة حياتها حزينة لكن هي شخصية مبهجة، بدون بقى ما يستغرق في أي دراما ولا في أي وصف للأحداث. هي عناوين، كتابة مكثفة جدا، لكن كأنه بيرمي حاجة في إحساس القارئ، حاجة مكتملة. شعوره بوالدته وحالة شخصية والدته بتوصل للقارئ حالة شعورية مكتملة، بحيث إن هو بيقدر إن هو يكمل الأحداث بخياله. يعني يتخيل الست دي كانت عايشة إزاي، تخيل كانت بتروح شغلها إزاي، تخيل كانت بتتعامل مع أولادها إزاي، مجرد السطور البسيطة اللي كتبها عنها أحمد سمير. كأني بقرأ المشاعر دي، نوع المشاعر ده لأول مرة. ودي من عبقرية أسلوب الكاتب، واللي بتأكد إن الكاتب عنده دي إن إيه خاص بيه، وإنه كاتب حقيقي. وده ظهر كمان في كتابته عن والده. تخيل أنت بتكتب عن شخص من فكرة إن هو غاب وسابك، بس اختفى، كان موجودا ثم لم يعد كذلك. عقب وفاته تقلصت أشياء من المنزل شيئا فشيئا حتى لم يعد له أثر. اختفى ثم اختفت أشياء. طريقة الكتابة عن الغياب وعن الفراق وعن وفاة شخص بالشكل ده، الجملة دي من عين طفل بيلاحظ غياب والده من خلال اختفائه ثم اختفاء أشيائه فقط لا غير. وبيحكي في الكتاب إن هو عرف لما رجع من المدرسة خاله قال له إن أبوه توفى، فعيط. هو مش عارف هو ليه بيعيط، بس هو حس إن التصرف اللائق لما نسمع إن حد توفى إن هو يعيط. فطريقة كتابة أحمد سمير عن غياب والده في حياته تحسسك إن أنت بتعرف الغياب لأول مرة، بتعرف فراق شخص عزيز عليك لأول مرة. بيعبر عنده بمفردات هي موجودة في اللغة لكنها جديدة، كأنك بتقرأ الكلمات دي لأول مرة. وده كان شيء بالنسبة لي آسر جدا، وخلاني يعني أقف عند الفصول الإنسانية دي في الكتاب وأحس إن أنا مش عايزاها تخلص. بعد كده الكاتب بيبتدي يكتب عن حدث مهم في حياته وهو الثورة، اللي جيله من الصحفيين تعتبر دي أهم مرحلة في وجدانهم وفي عمرهم. فبالتالي كتابته عنها كانت مختلفة عن كتابته عن الأشخاص المهمين في حياته، والكتابة الإنسانية قوي دي.
كتابته عنها فيها نوع من الذبذبة. يعني أنا قعدت أحاول أفسر هو ليه كتابته عن الجوانب الإنسانية خدتني قوي أكتر من كتابته عن الأحداث السياسية وأحداث الثورة والحاجات اللي مر بيها هو وأصدقائه. الحقيقة لأن كتابته عن الجانب الإنساني في حياته بيكتب عن جزء أصيل من نفسه، هو حاجة متكونة جواه، حاجة أساسية، حاجة مش محتاج يفكر فيها مرتين، بيكتب عنها بمنتهى الوضوح وبمنتهى السلاسة وبمنتهى القوة. فبالتالي العبارات واضحة ومؤثرة، وفي حالة من النقاء والعمق الصافي جدا اللي بيوصل للقارئ بشكل عظيم، وفيها صدق عالي قوي ومباشرة. يعني مفيش تردد في الكتابة، مفيش تردد بين المشاعر. لكن لما تيجي نكتب بقى عن الجانب التاني في حياته كصحفي، بتلاقي ان في حاله من لخبطه في المشاعر، لان دي الحاله اللي بيكتب عنها. هو بيحكي عن حاله تذبذب، حاله احباط، حاله صراع بين الشعور بالامل واليأس، حاله صراع بين ان هو الصدمه في الاشخاص. بيكتب عن حاله شعوريه متذبذبه ومنزعجه ومحبطه وعندها نوع من عدم الفهم ونوع من عدم الوضوح. يعني اكيد كلكم عارفين الحاله دي، هي حاله الدنيا وقتها كانت كده. فبالتالي هو من صميم شغله ان هو يبقى منخرط جدا في الاحداث اللي من النوع ده. الكتاب كله بالغلاف، بطريقه الكتابه، بالروح الخاصه اللي فيه، هو كتاب مختلف ويفتح النفس على القرايه، ويخلي الواحد دايما حاسس ان في كتاب حقيقيين، وفي كتابه صادقه مختلفه، وفي اثر جديد لسه موجود في الفن. سلام.